الحمد لله رب العالمين. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الكفر والكافرين بقهره وجبروته. هو القوي فوق عباده فلا يدافع، هو الممسك المعطي فلا يمانع، عز كل ضعيف وغوث كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره. هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر بلا تجسد والباطن بلا خفاء. ليس كمثله شيء ولا يخفى عليه شيء، لأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الأنام على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إرغاما لمن جحد به وكفر. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا وهادينا إلى الخير محمدا رسول الله. صلى الله عليك يا قائد الغر المحجلين. نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت بفضل الله الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاك الله عنا يا سيدي يا رسول الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ونترضى عن ساداتنا وقاداتنا أصحاب الفضل العلي والقدر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والأزواج والقرابة، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمة من عندك يا رب العالمين. أما بعد، فيا أهل الإسلام والتوحيد، ننظر إلى المجريات وإلى ما يحصل في أرضنا الحبيبة أرض الشام، والذين أولئك الذين تطاولوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فداه أرواحنا وأبناؤنا وأموالنا. لا يؤمن أحدكم، هكذا قال الحبيب المصطفى، هكذا قال. وكان عمر يجلس في المجلس قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. فنظر عمر قال: ونفسي التي بين جنبي يا رسول الله؟ قال: نعم. فانتظر هنينة وقال: أنت الآن أغلى من نفسي وولدي ومالي يا رسول الله. قال: الآن اكتمل إيمانك يا عمر. حبيبنا المصطفى رسولنا العظيم الذي وصل الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، يسب من قبل أولئك الذين يدعون أنهم مسلمون. سبوا الحبيب المصطفى. أتدرون ما حكم ساب النبي؟ القتل. هل له توبة؟ عند جمهور أهل العلم ليس له توبة، ليس لساب النبي توبة.
وإن تاب. نعم، فداه آباؤنا وأرواحنا. كسرت رباعيته وشج رأسه وعذب النبي ورميت القاذورات فوق رأسه وهو ساجد عند الكعبة من أجل أن يوصل لنا الرسالة ولكي يبلغ لنا الأمانة. ويأتي سفيها لكي يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلقت الجحافل من أبناء السنة والجماعة لكي يزودوا عن حمى رسول الله. فمن مات شهيدا مقبلا غير مدبر من أجل رفع راية الإسلام وزوده عن حمى خير الأنام عليه الصلاة والسلام، لو كانوا مسلمون حقا لما سبوا النبي في غرفهم المغلقة. لو كانوا مسلمون حقا لما تطاولوا على مقام النبي عليه الصلاة والسلام. صبر الحبيب في دعوته حتى يوصل لنا الرسالة. ذهب إلى الطائف، أدميت قدماه، ضربوه بالحجارة سفهاءهم وصبيانهم، ثم عاد إلى مكة. ثم تأثر النبي وجاهد في الله حق جهاده بأبيه هو وأمي، وبعد ذلك يتطاولون عليه، ولكن الله أخزاهم وكسر شوكتهم. يظنون فقط أهل سوريا سوف يدافعون عن النبي، لا، إن أهل الإسلام قاطبة من جاكرتا إلى إندونيسيا إلى المحيط والخليج إلى بلاد الشام كلهم إذا انتهك حرمة النبي وسب النبي يقومون قومة رجل واحد. نعم، لأنهم يعلمون إن دافعوا عن عرض النبي وعن مقام النبي لهم الجنة. قامت المظاهرات وقام أهل الإسلام وقامت جحافل أهل الإيمان وكسرت شوكتهم. نعم، يظنون أنهم يريدون أن يسووا دولة ضمن دولة، ويريدون أن يستنجدوا بإسرائيل، ولا يعلمون أن مقبرة إسرائيل بإذن الله تعالى هي في الغوطة، هي عند أرض الشام. لا يعلمون أن مقبرتهم هنا أرض المحشر والمنشر. يستنجد شيوخهم بإسرائيل: يا إسرائيل أين طائراتك؟ يا إسرائيل أين جحافلك؟ ولا يعلمون أن أسود أهل السنة والجماعة والجهاد في أرض الشام إذا سمعوا زئيرهم يحبون الموت كما يحبونهم الحياة. أن مقبرة اليهود الذين سوف يدافعون عن ساب النبي في أرض الشام يستنجدون بإسرائيل وبالنتن ياهو، يستنجدون به. يذهبون شيوخ العقل الذين هم في إسرائيل: يا نتنياهو أنقذ الدروز. نحن في سوريا وعبر السنين عاش الأقليات في كنفنا، لم نؤذهم ولم نظلمهم يوما، إن كانوا يهودا أو نصارى أو دروزا أو علويون أو ما شابه ذلك. اقرأوا التاريخ، لم تروا أرحم من أهل الإسلام عليهم. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى امرأة تسكت وليدها فأقر لها راتبا قبل أن تفطم وليدها. رأى رجلا عجوزا يتسول أمام المسجد: من أين أنت؟ قال: أنا من النصارى. قال: أريد أن أجمع المال لكي أعطيكم الجزية. فأقر عمر له راتبا
هذا عدل الإسلام، هذا عدل صحابة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. ويقولون أننا إرهابيين. لا تقربوا مقام النبي وتعيشون بأمان بيننا في سوريا وفي غيرها. لا تقربوا مقام الصحابة ونحن وأنتم نتعايش سويا. الروافض تسب الصحابة، أولئك يسبون النبي ويريدون منا أن نسكت. لا والله، لا والله، نحورنا قبل أن يسب النبي. يريدون منا أن نسكت وأن نتعايش بسلام، أن نسمع سباب النبي في آذاننا وأن نسكت. لا والله، لا والله، إن الزمن القديم قد ولى. عندنا حكومة وعندنا رئيس سني يقيم شرع الله في الأرض. عندنا حكومة نخاف عليها لأنها لا ترضى الذل ولا الهوان، دائما رؤوسها مرفوعة لا تنحني إلا لخالقها. نعم، والشعب كله خلف هذه القيادة التي تزود عن حمى رسول الله وعن حمى إسلامنا وعن حمى عقيدتنا. نعم، يريدون أن يستنجدوا بأمريكا ويريدون أن يستنجدوا بإسرائيل. لماذا سببتم النبي منذ البداية؟ ألا تعلمون أن النبي خط أحمر؟ ولكن كما قال فيكم ابن تيمية: أنتم باطنيون، أنتم باطنيون تظهرون الإسلام وتبطنون الكفر. نعم، نحن نتعايش. ألم يقضي القاضي بين علي واليهودي في الدرع؟ ألم يقضي شريح القاضي في قضايا كثيرة ولم يظلم لا يهوديا ولا نصرانيا؟ والله تعالى أمرنا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لم يقل بين المسلمين فقط، إنما بين الناس كلها، كفارها ومسلمها. نعم يا أهل الإسلام، هذا هو ديننا. ولكن أن يسب نبينا، والله الذي لا إله غيره نكون قنابل موقوتة في أي بلد من بلاد العالم. ذاك العراقي الذي حرق القرآن وسب النبي، ذهب أسد من أسود السنة وقتله في عقر داره. نعم، لن نسكت، لن نسكت، فأهل الإسلام قد أفاقوا، وبدايتها من أرض الشام بإذن الله تعالى. فنسأل الله أن يمكن قيادتنا وأن يمكن أهل السنة والجماعة وأن يبسطوا نفوذهم على جميع الأراضي السورية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا الشفيع المشفع في المحشر ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه مطلع عليه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يصل ولا يقطع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. واعلموا أنه قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وعرشه وثلث بالعالم من إنسه وجنه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إجلالا لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعنا ولله أطعنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إني داع فآمنوا. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، وأعلي يا مولانا بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اللهم عليك بالصهاينة في فلسطين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم ثبت أقدام المجاهدين. اللهم سدد رميهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب به أو يرفع. نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، والسلامة من كل إثم، والفوز بكل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الجنة ونعيمها مع السادة الأبرار، ونعوذ بغضبك ومن النار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اجعل خير كلامنا وآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارفع البلاء والغلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا أو معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.